قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، يسميه باسمه في الملأ الأعلى، فلان يسميه الله جل وعلا، ويخبر جبريل يقول: إني أحب فلانا. انظر هذه المنزلة التي نسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يكرمنا بها وأن يبلغنا إياها على ضعفنا وقصورنا. ينادي جبريل: إني أحب فلانا، يسميه الله جل وعلا باسمه: إني أحب فلانا، ويأمر جل وعلا جبريل أن يحبه، فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ماذا؟ قال: ثم ينادي جبريل في السماء، الملائكة الكرام الأطهار البررة، ينادي: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا، ينادي جبريل: إني أبغض فلانا، يسميه بذكره ببغضه له سبحانه وتعالى، فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضون. ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهذا من آثار بغض الله سبحانه وتعالى للعبد. هذا الحديث موقظ للقلوب، وأن العبد يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على فعل الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى.